تعرف مين الست اللي سقت أهل مكة؟ مش بس كده، كمان سهلت الطريق على الحجاج من بغداد لغاية الحرم. تعال أحكي لك عن حياة ست من قمة الطرف والبذخ لحياة الخير لوجه الله تعالى. زبيدة بنت جعفر أو أم جعفر، ودي تبقى زوجة هارون الرشيد وبنت جعفر ابن المنصور. تعال نحكي حكايتها وفضلها اللي عايش أثاره لغاية النهاردة. الست اللي كانت عايشة حياة كلها طرف وبذخ، لدرجة إن هدومها كانت القطعة فيهم تساوي 50,000 دينار ذهب. لدرجة إن القطعة فيهم كانت تساوي 50,000 دينار ذهب. تتغير حياتها أما يقرر هارون الرشيد زوجها ياخدها معاه لرحلة الحج. تبدأ زبيدة الرحلة الصعبة، خصوصا على ست عايشة عيشة طرف بالشكل ده ومش متعودة على مشقة الطرق دي. وهنا أم جعفر تبدأ تركز في الطريق وتتابع إيه أصعب حاجات بتقابلها في الرحلة لغاية لما توصل مكة. وهنا تبدأ مشكلة جديدة، وهي إن أهل مكة بيلاقي صعوبة كبيرة جدا عشان يلاقوا مية. تبدأ زبيدة تستشير معاونها إنها عايزة تسهل وصول المية لأهل مكة، فيقول لها إنه صعب جدا ومكلف جدا جدا. عشان ترد زبيدة بنت جعفر وتقول له افعل ولو كلفت كل ضربة فأس دينار. يبدأوا يجمعوا أمر المهندسين والعمال عشان يوصلوا لمنبع المية فوق الجبل، ويبدأوا يحفروا ويبنوا مجرى للمية يمتد ل10 أميال ويوصل في الآخر لبئر حنين. وبكده توصل المية لكل منخفض وسهل وجبل في مكة. وتبدأ كمان تبني البيوت والمصانع وأبيار المية والبرك على الطريق من بغداد لمكة. هل يقف الخير بتاعها لغاية هنا؟ لا طبعا، دي جابت 100 جارية من القصر بتاعها وجابت لهم معلمين يحفظوهم القرآن بتجويده عشان يفضلوا ليل نهار بيقروا القرآن الكريم، اللي اتوصف صوتهم في تلاوته بأنهم كدواء النحل، غير تسميتها بذات اليد البيضاء من كتر الصدقات اللي كانت بتقدمها للمساكين والفقراء، غير اللي كانت بتتولاهم ولاية كاملة زي الطبيب جبريل اللي كانت عامله له راتب شهري. ودي يا صديقي كانت قصة الخيرة المؤثرة زبيدة بنت جعفر، واللي ملهمة لكتير مننا ان يحاول يقدم اللي يقدر عليه عشان يساعد الناس ويسهل عليهم. شوف انت كمان تقدر تعمل ايه، وما تنساهاش في دعائك في رمضان، وافتكرها دايما وانت بتعمل خير. ويلا شير وعرف اصحابك بالسيدة العظيمة زبيدة بنت جعفر.